إلا كنتي كتقلبي على بيتزا ساهلة وناجحة من أول مرة، هذه هي الوصفة اللي خاصك تشوفي حتى الأخير. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم المقادير ديال البيتزا ساهلة كتوجد بسرعة. عندنا المقادير كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندنا كأس من السميد الرقيق. إلى عندكم القمح ديروه، اللي عندهم الفينو يديروه، المهم ما نديروش الفورص بوحدو. كنحتاجو نص كاس ديال زيت الزيتون، عندي معلقه صغيره ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. كنحتاجو المعلقه صغيره ديال الزعتر، نحكوها مزيان بين يدينا. كتنسم لينا العجينه ديال البيتزا وتتعطيها مذاق خطير، مذاق هائل. كنجمعوا العجينه ديالنا بالماء الدافئ، كنخليوها شويه خفيفه، ما غنديروهاش قاصحه. ديما ما نضيعوش اللي بقات في شي كاس نمسحوها، لا لي الضايع. نعجنوا دابا العجينه ديالنا بالماء الدافئ، وحرصوا على انكم ما تقصحوهاش، خليوها خفيفه. كل ما كانت خفيفه كل ما كتجي رطبه. ما تخافوش منها، واخا كتلصق عادي عادي. عجينه خفيفه راه كتكون كتلصق واحد شويه، ومع فيها الزيت هذا ضروري ما غادي تلصق لكم واحد شويه. هي ماشي بحال العجينه ديال الخبز. الفورس حتى هو الدقيق الابيض حتى هو تيتلصق، معليش صبروا معاها. اللي ما عندهاش الخاطر ديال هذا الشيء، معلائل دير المقادير كاملين في العجانه وتخليها تعجن حتى العجانه راه تطلع البيتزا واعره، كتطلعها مفشفشه. المهم انا كنستعمل ايدي، تنفضل ايدي باش نعرف القوام ديال العجينه. بالنسبه للناس اللي ما تيستعملوش الدقيق الابيض، تقدروا ديروا فرينه، تقدروا تغربلوا فرينه وديروا واحد الكاس ديال القمح، دقيق القمح بالنخاله ديالو، باش تفاداو المشاكل اللي كيدير الدقيق الابيض. صراحه انا كندير فرينه، مع على قبل المشاهدين الاغلبيه تيبغيو الدقيق الابيض، درت الدقيق الابيض، اما دائما كنستعمل الفرينه والقمح الكامل. كيف ما كتشوفوا ندلكوها مزيان. اللي وصل معنا حتى لهاد المرحله يدير لنا اشتراك فضلا وليس امرا، تعليق وجيم فضلا وليس امرا. شفتوا العجينه كيف رطبه وخفيفه. نرجعوها للزلافه ديالها، ندهنوها بالقليل من زيت الزيتون، ونديرو ليها الفيلم اليمونتير، ونخليوها حتى تخمر على خاطرها. نخليوها واحد نصف ساعه كافيه انها تختمر وينسجموا جميع العناصر اللي كاينين في العجينه. ومن بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا، غنديكازيوها، نحيدو منها الهواء ونقطعوها. قطعوها على حسب الرغبه ديالكم، يا فرديه. الا كنتو غديروها فرديه ما عليكم الا تسرحوا العجين كامل بالمدلك وتقطعوا.
بالقطاعة بالعبار اللي بغيتو، ولكن الا كنتو غديروا الطريقه ديالي يكفي انكم تقطعوها غير بحال البطبوط. انا تعجبوني بيتزات متوسطين، ماشي داك الصغيورين وماشي كبار، متوسطين، باش كل واحد تياخذ البيتزا ديالو. على فكره هادو راه للغدا او العشاء، ماشي ديال رمضان. ديال رمضان كنديروا هادوك الصغيورين فقط. غنقطع معكم دابا البيتزا. ضروري ندهن يديا شي شويه، يا بالزيت يا بالماء اللي بغيتو. انا درت الزيت حقاش اصلا العجينه خفيفه بزاف، درت غير الزيت باش ما تلصقش ليا في يديا. هذا المقدار اللي درت ديال 500 غرام ديال الدقيق الابيض وكأس ديال دقيق سمين الناعم، خرجوا لي 6 ديال الكويرات. 6 غنستعمل 2 ونخلي 4 في المجمد المره اخرى ان شاء الله. كنكورو الكويرات ديالنا. كنكورو الكويرات ديالنا بالسميد الناعم. تيجيو رطبين خفاف. كنديروا لهم واحد المنديل وتنغطيوهم حتى تيطرخفوا، عاد تنقرصهم ونديرهم في الفران. في هذا الاثناء رانا شعلت الفران ديالي يسخن باش نبدا نقرص في البيتزا ديالي. منين تكون موجوده يكون الفران ساخن، هو ضروري يكون الفرن ساخن جدا، ما يكونش بارد باش العجينه ما تقصحش ليكم. ضروري الفرن يكون سخون. العجينه تكون رقيقه، ماشي رقيقه بزاف وانما تكون رقيقه. كناخذوا الورق ديال الطبخ، كيعاوننا الورق ديال الطبخ باش نطيبوا الفون ديال البيتزا ديالنا وما تيلصقش لينا وما كندهنوش بالزيت ولا بالدقيق. شفتوا بعد ما تقبتها مزيان، ضروري تقبوها باش ما تنفخش لكم في الفران. نديروها في الطاوه ديال الفرن وندخلوها ونكملوا البقيه ديال العجين ديالنا. ما كتاخذش ليكم في الفران اكثر من 3 دقائق، 2 دقائق صافي كتكون موجوده. كنحيد وحده وندير وحده. الا عندكم فران كبير، طاوه كبيره، راه تقدروا ديروهم كلهم في مره واحده. انا عندي فران ديالي صغير، يلا تيهز ليا 2 فقط. ضروري ما نتقبوا العجين وكنستمروا على هاد العمليه حتى كنكملوا القريصات ديالنا كاملين. ديروا السميده باش ما تلصقش ليكم. وهذه هي اول وحده طابت لينا، نص طيبه، باش منين تنعمروها ونرجعوها للفران ما تقصحش لينا، تكون غير تشد في راسها شي شويه. هنا غندوزو للحشوه. عندي دجاج مقطعه رقيق بزاف مع بصيله، شويه الملحه، شويه ديال البزار،
شويه ديال الزيت بلديه وكنشحرهم بسرعه حتى همايا ما كياخدوش مني 5 دقائق. وهادو لي فون ديالنا ديال البيتزا من بعد ما طابو نص طيبه، غادي ناخد 2 نعمرهم، والباقي غادي نحتفظ فيه في المجمد لمرة أخرى إن شاء الله. غنحتاجو لاصوص ديالنا صيبتها في الفيديو القادم، وريتكم كيفاش تصايبوها، راه كتجي رائعه، راه صوص خطيره، راه الا درتوها ما عمركم غادي تستغناو عليها. وهذا الدجاج ديالنا اللي سلطينا من قبل، ونبداو ان شاء الله في تعمار ديال البيتزا ديالنا. نبداو بلاصوص. منين كديروا هاد لاصوص كتستغناو على انكم تقطعوا الفلفله وداكشي، يكفي مطيشه راه فيها الفلفله راها بنينه، ما تحتاجوش ديروا فلفله، راه كتنقصوا عليكم غير الخدمه. كديروا الصوص، كديروا الدجاج، كديروا الزويتينات ديالكم، شويه الزعتر، فرomاج، فيت في، ساهله ماهله. اعتمديها في رمضان، تقدري ديريها حتى بالكفته، تشدي كفته تشحريها مع شويه ديال المليحه وابزار حتى هي وتضيفيها. تقدروا تستعملوا حتى الطون، حتى الطون حتى هويا. صراحه انا كتعجبني بيتزا بالطون، زوينه. بيتزا ديال الدراويش. ولكن حتى ديال الدجاج مذاق اخر. بزاف ديال الناس ما تيديروش بيتزا بالدجاج، كلشي تقريبا تيديروا كفته او كيديروا الطون، ولكن راه بالدجاج راه كتجي واعره. جربوها ما غتندموش عليها ان شاء الله. نضيفوا شويه ديال الزعتر من الفوق، اللي بغى يدير واحد القطيره ديال زيت العود من الفوق يديرها. انا كنكتفي غير بهذا الشيء. الفرماج بركه. وندخلوها الفرن ديالنا ساخن جدا لمده 2 دقائق فقط. كلشي طيب، لاباط طيبه، لاصوص طيبه، الدجاج طيب، غير يذوب لينا الفرomاج ديالنا. الله يجعل شي بركه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي يا سلام. شوفوا التعليكه ديال الفرماج، شوفوا 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 شوفوا. جربوها وغتبقاو دائما ديروها. ومع السلامه، والى فيديو قادم ان شاء الله.